انا راجل متلون على فكره. انا على طول قبل ما بدخل الهوا بلاقي الشباب العبقري بتاعي في الاعداد مجهزين للالوان، يقولوا لي يا استاذ محمد النهارده تحب نتلون بانهي لون؟ اقول لهم والله لون محمد ابراهيم سليمان مزنوق في حته ارض. فيقولوا لي طب خلاص بكره وتحب نتلون بلون مين؟ احمد عز الاحسن، يعني الراجل ده هو اللي هينجحني في المجمع الانتخابي مع الحزب وخيره على دماغ اهلي، فانا هتلون على احمد عز. بيقولوا لي يا استاذ محمد نتلون على مين؟ وانا مجهز الالوان الحقيقه، كل واحد ليه لون، ما عنديش ادنى مشكله، وكل دي الوان، والقناه الحمد لله موفره لي الالوان، يعني ببيع القناه بتاعتي على الهواء ما عنديش اي مشاكل، الاداره بتتفرج وتضحك عادي جدا. ما انا واكل الكل في عبي، كلها كانت برتيته واحده. فالكابتن احمد شوبير يعني مش مصدق المتحولين. امال سعادتك نقول اسمك ايه؟ متشبثين بالمواقف. حضرتك كنت ضد ثوره يناير، تصدق ان شوبير دلوقتي بيقول ان هو مع ثوره يناير؟ طب هضحكوا اكتر في الفيديو الجاي. قال انا اكتر واحد طالبت بالتغيير وطالبت برئيس جديد. نشوف الثوره بقى. انا واضح جدا. انا قلت انا ما نزلتش الميدان من اول يوم، لكن زوجتي وابنائي نزلوا الميدان وضوح شديد جدا من غير لف ولا دوران. كنت عايز تغيير، كنت عايز تغيير، كان نفسي يبقى في التغيير، كان نفسي اشوف رئيس جمهوريه جديد لمصر، ده كان وضع طبيعي. نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره، نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره وبالصندوق، وواحد يجيب 51%، واحد يسقط 49%، واحد يبقى قريب من المنافسه، ده طبيعي جدا، كان نفسي فيه. لكن لا اجرح ولا اشتم ولا هاجم ولا قل ادبي ولا اتطاول ولا 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 ده عيب، ده اللي موجود في مصر. مش عارف انهي لون يمشي مع الحته دي. يعني انهي لون يمشي؟ لون اسود يمشي معاه اللون الاسود. الراجل كان عايز رئيس جديد، واكتر حد كان بيسعى الرئيس جديد، واكتر حد كان ضد التوريث وضد الحزب الوطني وضد الفساد الموجود، وكان راجل ولاده هو ما نزلش من اول يوم الثوره ونزل من تاني يوم، وزوجته واولاده الحقيقه كانوا موجودين في التحرير بس فوتوشوب. يعني حد شاف الصور في التحرير 25 يناير لغايه 11 فبراير؟ كان مش عايز اتكلم عن زوجة الكابتن شوبير، دي ست فاضله واولاده افاضل بالنسبه لي، انا بتكلم عنه هو في شغله ماليش علاقه باسرته المحترمه يعني. لكن يا راجل احنا المتحولين برضو، احنا المتلونين برضو، ما يمشيش معايا غير اللون الاسود. عموما الكابتن احمد شوبير بيقول لك كان نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، كان نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره، والنجاح يبقى 50%، 51%، و52%، ما كانش يحب التطبيل، ما كانش يحب التزمير، ما كانش بيقف يغني خالص. راجل جاد، راجل واضح، اتعلمنا منه المبادئ والقيم والرقص مش في قاموس الكابتن شوبير، الغنى مش في قاموس الكابتن شوبير، ولا التأليه مش في قاموس الكابتن شوبير. طب نشوف قاموس الكابتن شوبير. تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ربنا يديله الصحة وتدعيله كلنا، ربنا يخليه خير يا ريس ان شاء الله. اللي حضروا ونوروا وشرفوا وموجودين النهارده الدولة برعاية سيادة الرئيس مبارك بحضور السيد الأمين العام للحزب الوطني السيد محمد صبحي شوبير، أمل الشباب ونمر الشباب ومستقبل الشباب. حبيبكم كلكم في كل مكان، بنحبه من قلبنا، هو الحب بتاع ربنا، لا يتباع ولا يتشرى. احنا بنحبه بنحبنا، بيروح في كل حته في مصر، في القرى الفقيره، القرى الغنيه، بينزل الاحياء، بينزل المدن، بينزل الاقاليم. مفيش حته في مصر ما قالش انه اخر جمال واخر جدعنه وابن بلد وجميل جمال ملوش مثال. معانا بنحيي كلنا امين السياسات، الامين المساعد للحزب الوطني، امل الشباب، جمال الله. هو الحب بتاع ربنا، وعلى فكره هو ضد التوريث، هو راجل عايز رئيس بجد الشعب عايزه، بس جمال بينزل كل حته. بس انا مع الشعب، انا مع الشعب يجيبه، بينزل الاحياء وبينزل المدن وبينزل القرى، بس النبي انتخبوه. بس برضه انا عايز راجل، يعني انا مش مع التوريث خالص، مش ده راجل شاب ومن السياسات جايب الجبل مالوش ميزان، وما بحبش التطبيل وما بحبش التزمير. بستغرب من المتلونين، بستغرب من المتحولين. طيب الحقيقه الشباب طبعا، الشباب ما بيخيرش عليه الكلام الاهبل، بس مو كلام اهبل اصله.
اللي بيطلع يتقال في الفتره دي الحقيقه من رجال النظام الفاسد اللي لسه للاسف القانون لم يحاسبهم حتى الان. على فكره شوبير فلول رسمي، يعني مش انا اللي بقول كده ولا ده سب وقذف، لا ده الدستور اللي بيقول، في ماده في الدستور منعني يخوض اي انتخابات لمده 10 سنين، لان هو راجل نزل انتخابات 2005 و2010 على قائمه الحزب الوطني، فهو فلول رسمي. يعني لما اقول له يا فلول، يعني لو انا قلت له يا شوبير من غير ما اقول له فلول حد يرفع علينا قضيه، فانا اسف يا شوبير الحقيقه، انا بعتذر ليك لان الدستور ارغمني اقول عليك فلول. انا خايف حد بيسمعني دلوقتي يقول لي يا شباب انا لو ما قلتش فلول ده دستور يا حبيبي، مفيش تهريج مفيش بتاع. فانت الحقيقه يعني انا اسف اذا كنت بقول لك يا فلول، يا فلول يعني. فالشباب اللي بتضحكش عليه بصوا على الانترنت، عمل ربط لطيف جدا. ما بيحصلش غير الافراح، ما اللي احنا شفناه ده فرح. عارفين الافراح اللي في الزقاق اللي بيطلع يقول لك الناس اللي على المقطوره تنزل وتحيه العريس وابو العريس وابو العروسه والله عليك، وقوم لازق ال 10 جنيه في قفا الرقاصه خلينا نشوف الكليب اللي عمله الشباب اللي بيقول له يعني ما بتخلش علينا الحركات القرع ده يا ابو الشوب. تحت رعاية سيد الرئيس محمد قاسم مبارك، ربنا يديله الصحة وتدعيله كلنا، ربنا يخليك لنا يا ريس إن شاء الله. حاسب يا عم معامل بكتيريا الحاج ابراهيم الفسخاني ما اسمعهاش. اللي حضروا ونوروا وشرفوا وموجودين النهارده الدولة برعاية سيادة الرئيس مبارك بحضور السيد الأمين العام للحزب الوطني السيد محمد صبحي شمير، أمل الشباب الباشا ونجم الشباب الباشا سيف المتحدث الرسمي ومستقبل الشباب، حبيبكم كلكم يا حنين في كل مكان، بنحبه من قلبنا بالحب يا معلم. وابن بلد وجميل جمال ملوش مثال، معانا بنحيي كلنا امين السياسات رئيس جمهورية البلد، الامين المساعد للحزب الوطني، سفير النوايا الحسنة، امل الشباب كمال على فكرة المهنة الوحيدة اللي بارع فيها عدد كبير جدا كانوا موجودين في عهد النظام اللي فات مهنة الطبال. طب عندنا مجمع انتخابات وانتخابات مجلس الشعب وفي تسابيب وحكايات وروايات، نزغرط ونغني ونرقص وزي ما انتم شايفين والله العظيم الراجل بدع. طب والله العظيم تعب، خسيله بتاع 5 كيلو في دي، ده تجاعير وهو كمان حنجرته يعني ربنا يشفيه يا رب دايما بتتعب بسرعه بجد والله من الزعيق، فتعب. طب يستاهل والله الراجل ده ان احنا يعني يستاهل بتاع ال 50,000 فدان اللي ممكن كان يكون خدهم، ولا الحاجات اللي الحزب الوطني الحقيقه اتظبطت التظابيط فيها، والله العظيم تعب. انا بتكلم بجد بقى في دي، برضه الواحد بيشوف الشقيان ويصعب عليه يعني. كابتن شوبير قال جملة لطيفة جدا في بداية الفقرة دي، قال لك أنا طول عمري نفسي في انتخابات حرة نزيهة. نزيهة دي مش بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا جارتي، نزيهة دي يعني بشرف، يعني أنجح، يعني الصوت يتحط. عايز أعرف الأول رأيه في الحزب الوطني اللي كان عمود، يعني حضرتك انت الترابيزه دي محطوط عليها عمود 2 3 اهو، لو شلت عمود من دول يقع. هو كان عمود من العواميد دي بتاعت جمال مبارك في لجنه السياسات للتوريث، احنا سامعين طبعا الكلام بتاع التوريث. شوف بقى المعاناه اللي تعرض لها كابتن احمد شوبير مع الحزب الوطني، بس من غير ما حد يعيط، يعني اي حد مفيش جنبيه منديل ولا فوطه لو سمحتم ارجوكم، هتشحتفوا دلوقتي فارجوكم في الملايه بقى قرش في الكم، عارفين زمان، فارجوكم يعني عشان ما تزروطوش الدنيا، اي كلينكس اي فوطه كده عشان هنبكي كلنا مع بعض. شوف على فكره انت مثلا لما تيجي تشوف انتخابات مجلس الشعب 2010 وانت حضرتك اظن نزلت طنطا او شفت او سمعت او وتعلم مدى بفضل الله شعبيتي وارتباطي بالناس في مدينه طنطا عامله ازاي، ولما تجيب واحد الناس ما تعرفوش، واحد مجهول، واحد ليس له علاقه وترشحه تبع الحزب، والناس كلها في الحزب وفي المحافظه
وفي مديريه الامن و يزوروا الانتخابات عشان ينجح. يبقى انا اكثر من طعن من الحزب، واكثر من طعن من الحكومه، واكثر من طعن من الرئاسه، واكثر من طعن من المحل، كل ده. ومع ذلك مش هصفي حسابات، مش هطلع على الهوا بقى ما صدقت انه واحد اتحبس ولا واحد اتسجن ولا واحد خد حكم مش عارف ايه. خلاص اوكي معلش انت مكت، اصلي كنت متاثر جدا. مره واحده اتحبس اداني 100 مليار ما شمتش فيه. الراجل بيقول لك في 2010. طب هو انت كنت نازل انتخابات على حزب ايه؟ الوطني؟ طب ليه الحزب الوطني رشحك لما هو مخنوق من يعني مش فاهم. طب وكمان نجحك في المجمع الانتخابي، كمان مجمع انتخابي وبرضه ونزلت انتخابات وضحكوا عليك وزوروا للتاني. انت محدش زور لك خالص. انت بتحبش التزوير، انت بتاع النزيهه. انت طنط نزيهه، حبيبتك طنط نزيهه. انا عايز اوريكم طنط نزيهه بتاعت كابتن احمد شوبير. انا شوف طنط نزيهه يا جماعه. طلع الورق اهو. انت عمرين حرامي حرامي. يا باشا توريك مكانك كده فاضل اهو. يا باشا تجيب ايه؟ يا باشا تقعد بس لا يشغل. طب ايه معانا التوكيلات؟ معانا التوكيلات. الله يخرب بيت سنين اليوتيوب ده. فضيح يعني، فضيح. دي متصوره طبعا، الناس اتخانقت من التزوير ايه بقى بجنون وسقط. طب سعادتك لو ما زورتش تجيب كام صوت؟ ده كل ده والناس عماله تصور وتهتف وانت ولا في قافل قطن. نزيهه. بحب جدا والله العظيم. انا بثبت للناس انك بتحب الانتخابات النزيهه. انا راجل بالعكس، ده انا معاك. انا يعني انت طلعت قلت انا احب الانتخابات النزيهه والحره جدا، فانا راجل بثبت كلامك قدام الناس. فواضح جدا انها نزيهه. طب ده انت ايه؟ اعترف انت يا عم، يعني انت فاضحني. انا عمال ادافع عنك واقول ده يا جماعه ده اليوتيوب ده فضيح جدا، واكيد يا جماعه الكلام ده مش صح. اعترف هو نفسه، اعترف في التلفزيون. قال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض السنوات. حصل طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. حصل في معظم اللجان. في معظم اللجان. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك يا جماعه انتوا بتهرجوا. ده احمد شوبير ده بتاع نزيهه، بتاع خالة نزيهه ده. قال حصل وقال نزور. وزورت ازاي؟ قال لك قالوا تعمل انتخابات. اقول لا، خير جاي لي يا جدعان، ربنا باعت لي خير. اقول لا. واحد جه قال لي يا عم سرقت بنك وخد ال 3 مليون دول. اقول لا. من السما نقطت عليا اصوات. ربنا كرمني من واسع يا جدعان. بصين لي في زورت. ايه بقى؟ وسقطوني ظلموني ولاد التيت. التعريض كان اصله في التلفزيون، محدش حاسب. هو عاوز يعمل جريء بقى ان الراجل بيعترف في لحظه صراحه، فالراجل يعني ايه بيتبرأ من اخطاء الماضي. مش متحول خالص، هو الراجل بيعترف. زورت. طب ونزيهه ده انا كلمت طنط ماما امي، قلت لها طنط نزيهه احنا رايحين نزورها عشان عملت واجب مع الكابتن. والراجل ضميره صحي مع طنط نزيهه. ما تسترش معايا يا ابو الشوب. خلينا اشوف تاني البتاعه دي. مش عايز يرول. انا سامع رول الفاينل مهنج. على فكره في مؤامره والله على الراجل ده، مش مني بس ومن الفاينل كمان. ما ترول يا عم الفاينل.
لا بتهرجوا يا جماعه، بهنج. هو كده قاري عديت ياسين الراجل ده. طنط نزيهه وكابتن احمد شوبير، هل ممكن تتوقعون يجتمعا في مكان؟ يعني ممكن الاثنين يبقوا موجودين في مكان؟ نزيهه وكابتن شوبير الاثنين يبقوا موجودين في مكان؟ طب الراجل اللي عمل كده تعرض للظلم من الحزب الوطني. امتى ده يا جماعه؟ تعرض للظلم من الرئيس السابق ومن جيمي، بدليل ان انا ما دخلتش مجلس الشعب من 2005 ل 2010، ما كنتش ابدا عضو مجلس الشعب خالص، ولا كنت يعني الراجل بتاع احمد عز ولا بتاع الامن العام. عارفين الراجل السيكو زيكو اللي هو فايد؟ كنتش انا راجله خالص. امن العام ده بقى هقول لحضرتك، انا راجل اصلي يعني مذيع من زمان، واحنا في الرياضه في الفتره اللي قبل ثوره يناير كنا متحكمين شويه في الراي العام. فكان بتوع الامن يحطوا عينيهم على الناس المؤثره على الراي العام الرياضي، لان كان كل الناس طبعا طهقانه من السياسه ويأسانه من السياسه ومن الكلام ده، فكانوا دايما يتاثروا بالرياضيين، فيحبوا يستقطبوا بتوع الرياضه. انا كنت عامل زي النفير النشاز، يعني طلعنا شتمنا مره في الداخليه، جالي تهديد بشكل مباشر وواضح حتى من اصحاب القناه وقتها ومن وزير الداخليه ومن المساعد. يعني مش عايز اطلع بطل يعني واقعد احكي الروايه والتفاصيل. ورشا ياسين الله يرحمها كانت مذيعه زميلتنا في مودرن، وكلمتني في التليفون وقالت لي هدي ده في الحزب قالوا وعادوا، كانت هي ماسكه المراه في الحزب الوطني وقتها هنا في القاهره يعني. فكانوا ناس معينه، اللي هو عادل فايد ده كان الراجل مدير الامن العام. لما نحب نخيل الناس وندخلها في موضوع هم شغالين شويه كوره بتاع، فكان له اتصالات ببعض المذيعين. فهمت يا عم النجم؟ خلينا تاني اسمع والنبي حته التزوير دي، عشان طنط نزيهه قاعده في البيت مع امي بتسال بس تنزل ولا ما تنزلش؟ يعني الكابتن شوب شغال معاها ولا خد سكه تانية؟ فهي تشوف بقى طنط نزيهه مع الحاجه والدتي في البيت، تشوف الكليب وهي تحكم على الموضوع. قال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض السنوات. حصل طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. حصل في معظم اللجان. في معظم اللجان. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك الراجل اللي قاعد على اللجنه. الراجل اللي على اللجنه يقول لك تعالى. صباح الخير. قال لك صباح الخير كده يا كابتن، مش تيجي تملى بطاقتين؟ فانا واخدها جد بقى يعني. فاخدت البطاقه، ما قال لي لا، فاداني 200 بطاقه، فاحنا داخلين 10. فكل واحد خد 200 بطاقه، وبعدين واحد ابن حلال تبعنا راح واخد البتاع كله تقريبا يعني. حطينا حوالي 5000 صوت في النتيجه، لان احنا واخدين في اللجنه دي 38 صوت. لا فهمني. احنا سويتوا 5000 بطاقه وحطيتوها بايديكم في الصناديق. بايدينا. بايديكم في اللجنه دي. طبعا. كانت لجنه ايه؟ طنطا الاعداديه، التجاره الثانويه، طنطا الثانويه الميكانيكيه. كل ده حصل. عمر بن الخطاب، في معظم اللجان. عمر بن الخطاب يا مفتري، سيدنا عمر بن الخطاب بتقوله في الفضيحه وفي الوكسه دي؟ مش اصوات 5000 صوت، مش حتى مثلا 8 12 16 20. كابتن عندنا بطاقتين يعني ممكن نعلق الناس ما جاتش فبسرعه 5000 صوت، ولقيتهم 37. يا سلام يا راجل. لا فعلا انت تصدق انت مظلوم، والله العظيم انت مظلوم. ما ترفع قضيه قول يا جماعه انا مصور بايدي 5000 صوت لقيتهم 37، حقي اللي انا ابقى اعيد الانتخابات. ما ترفعش قضيه ليه؟ ما حقك ترفع قضيه بجد والله. الراجل حاطط بايده 5000 صوت يا جماعه، انا حاطط بايدي علبه الوان ما لقيتهاش. طب حضرتك سارقها اصلك من احمد خيري ولا وليد الحديد؟ ماليش حدش يقول لي سارقها. هم قالوا حط اصوات هنا، فانا حطيت اصوات هنا. شوف ظالمين ده، عايز لا يكون في عونك والله العظيم. الراجل ده شيء. نشوف قناه دريم دي كانت قبل ما نروح دريم يا جماعه دي ولا ايه؟ طب خلينا نشوف هو بيتكلم بعد التزوير او قبل التزوير. انا اسف، قبل التزوير هو بيتكلم مع ابناء الدايره، مقنع جدا. بيتكلم ابناء دايرته مقنع جدا الحقيقه. وتشوف الوعود الانتخابيه، فانت عارف دايما في الانتخابات ناس تشتري شويه هتيف. نشوف كابتن احمد شوبير هو بيتكلم ابناء الدايره قبل الانتخابات. رئيس الجمهورية نفسه ما يقدرش يقعد وقت كل وعوده، الوزير ما يقدرش يقعد وقت كل وعوده،
لا مظلوم صحيح، يعني صحيح الراجل ده والله العظيم مظلوم جدا. قناه دريم كان من ضمن الناس اللي شغاله فيها كابتن احمد شوبير، وبعد كده راح التلفزيون المصري. خلال شفت تقرير قناه دريم وقتها عن معركه شوبير في مجلس الشعب، واتهموه وقتها بانه سبب مشكله رهيبه جدا لعمال طنطا. خلينا نشوف دايرته. في أول اجتماع للجنة القوى العاملة في مجلس الشعب لمناقشة مشكلة عمال كتان طنطا الذين دخل اعتصامهم يومه 15 وسط غياب وزراء القوى العاملة والاستثمار والصناعة والمالية عن حضور الجلسة. شهدت الجلسة مشادات حادة بين النواب بدأت باعتراض نواب كتلة الإخوان والمعارضة على ما أعلنه حسين مجاور رئيس اللجنة بأنه سيصرف شهران فقط من الأساس للعمال، مؤكدين أن هذا القرار لن يفض الاعتصام. لتمتد المشادات إلى خناقة بين النائب أحمد شوبير والنائب الإخواني يسري بيومي إثر ملاسنات واتهامات متبادلة من الطرفين، بعد أن اتهم بيومي النائب شوبير بأن دوره في قضية العمال مشبوه وأنه متواطئ مع المستثمر، مما أغضب شوبير للحد الذي وصل إلى محاولته التهجم على بيومي، إلا أن النواب تمكنوا من منعه. متواطئ؟ طب مزور؟ قالوا له تعالى خد خير جاي، طبل ويغني. الراجل بيحب يعني بيحب الانبساط، يعني هو الراجل اوريدي راجل بيحب دايما يبقى مبسوط وفرحان، لكن متواطئ لا. دي يا جماعه صفات ما تركبش مع بعض. مش ممكن المزور ولا اللي بيرقص لجمال وعلاء وصفوت ومبارك والكلام ده، ولا المتحول بعد الثوره، ولا اللي بيعترف بالتزوير، ولا اللي كان في الحزب الوطني الفاسد، ولا الكلام ده ينفع يبقى متواطئ. خلينا نكون فير يعني. ده تقرير على فكره مأجور، وبعدين بيتخانق مع الاخوان. وقتها الاخوان كانوا بلاك ليست. ليه؟ عايز ترضي الحزب والنظام اللي فات، اقتل الاخوان، موت الاخوان، دوس على الاخوان. كان ده السلاح بقى، اتفتون عليهم، فانت الفتوى اتفتون عليهم فالناس تحب. وشفتنا لما انا بضرب يسري وقلت عامل بايدي كده يا راجل، شفت شوبير؟ الله لا ده جامد، حطوه دايما قصاد الاخوان. 88 الاخوان اللي كانوا خانقنا في 2005 ده، هو الراجل ده بتاع كوره وصحه وجامد وكان جون وحارس مرمى. طيب كابتن شوبير كان متزعم حمله عوده الدوري. طب يا عم الحاج، ده في ناس ماتت في الاستاد وفي اهالي بتعيط شهداء. طب شويه احمر، يعني شويه دم؟ مفيش خالص. طب اعمل يعني ايه شويه دم؟ يعني اللي يموت يموت واللي يتحرق يتحرق. انا عندي قناه وعندي دوري وعندي فلوس، هيمشوني. ده قفلوا لي القناه بتاعتي مودرن كوره، ودوني مع مدحت مع شلبوكه، ودوني مع شلبوكه. وانتوا عارفين شلبوكه بقى ركب خلاص، مفيش حد بيقعد وراه على الحصان. هو شلبوكه اصله انتوا عارفين يحب ياخد مخده الحصان، كل حد يركب جنبه وراه. انا راجل من نفسي مشيت خدتها من قصيرها وخلعت، انا عن نفسي. لكن شوبير هيخلى من حد في الفتره دي كان سوقه يعني. طب لو الدوري ما رجعش، الامين بيكح تراب. طب شهداء يا عم، اهالي ناس ما خدوش فلوس ولا محروقين مستنيين الحكم. يعني بقول لك دوري يا ابني، انت مودرن هتقفل، هنقفش. طب نشوف النجم وهو متزعم وقفه الرياضيين عشان عوده الدوري. الناس كلها جايه بتتكلم على اكل عشاء، الناس بتخرب البلد، الناس ما بتخربش، الناس ما بتدورش، ما بنوقفش الطريق يا كابتن. الناس عندك شغل، شوف النوم في العسل. بس بتاعت النوم في العسل كانت لحاجه تانية. يعني كانت الناس بتقول من حاجه تانية، يعني ما تنفعش. ليه؟ ايه اللي فيه؟ يعني في ايه؟ يعني التانية تستاهل، لكن القاضي اصبر شهرين الحكم بس يطلع وناس نار هتبرد. ده الواحد لو ابنه ضفره اتشال منه، ضفره اتشال منه لحميه كده، بيقعد الواد ايديه تورم، بتبقى قاعد كأب بتعيط، فما بالك لما جاي لك شويه لحمه جنب بعض. العين عين اقول للناس اصل القناه ما تولع القناه وتولع الفلوس في الفتره، ما كلنا عانينا وكلنا قعدنا في البيوت شهر واثنين وعشرة، بس كلنا اولادنا في حضننا. ولا يا عم النجم
طيب عايز اختم بحته جامده قوي. عايز اختم براي الكابتن شوبير. فاكرين علبه دبي؟ دبي فاكرينها؟ ملايين دراهم عند محمد بن راشد بعد كاس الامم 2008 في غانا. عايز اختم بالحته دي. فنشوف كابتن شوبير برر العلبه اللي خدها والقفش الفلوس بقى ايه بقى؟ ما تعدش. والله ما تعدش. وخدوا بالكم بس انا هقول لكم بعد ما تشوفوا الاول تبريره. رحنا بالليل لقينا الملعب يعني بسم الله ما شاء الله المصريين كلهم موجودين. القصه هقول لك عليها دي شاهد عليها كذا واحد يعني. المهم نادوا الاسماء واللعيبه واحنا قاعدين في المدرجات حتى ما نزل الكابتن سمير زاهر قال كلمه وبعدين سمعت باسمي. ادونا العلبه حتى انا طلعت رميتها في المدرجات. يعني طلعت رحت رامي العلبه في المدرجات لانه علبه عاديه. وبعدين في واحد صاحبي قال لي ده فيها هدايا قيمه ومش عارف ايه خليها في ايديكم. لما وصلنا الفندق فلقينا في هدايا وفي فلوس وكده فقعدنا كلنا اجتمعنا كل اتحاد الكوره على فكره بلا استثناء عشان ما حدش يطلع نفسه بطل يعني. قلنا احنا يعني المبدا بالنسبه لنا مرفوض صعب جدا. فراح الكابتن سمير بعد ما عرفتوا المبادئ ان فيها مبادئ فالكابتن سمير راح مكلم تاني الرئاسه قال لهم يا جماعه حصل كذا 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 واحنا يعني بالنسبه لنا صعب نعمل ايه؟ قالوا لا الرئيس بيقول لك الموضوع ده محسوم والناس دي عملوا معاكم حاجه كويسه خلاص مفيش. فكرنا ساعتها نرجع اتحاد الكوره قلنا هنحطها في اتحاد الكوره قال هتبقى مهانه. الراجل بيسموها هناك مكرمه او بيسموها حاجه زي تبقى شكلها فيها اهانه وفيها شكل مش لطيف فالموضوع ده ينتهي. وعايز اقول لك حاجه اقسم لك بالله واول مره برضه اقولها انه هذا المبلغ غير ما الناس بتقول انا عملت بيه مشروع خيري في طنطا اسمه مركز غسيل كلى بالكامل. بس انا عيب ان انا اقول الكلام ده بس لازم اقول دلوقتي. يعني كان جزء من مشروع كبير اتعمل بشكل بس مش مره بقى كل مره تطلع تقول وعملت واديت وخليت وناس تعمل لك فيلم. يعني استخدم احسن استخدام واكيد غيري عمل اكتر من اللي انا عملت لكن القصه كلها كانت للطعن وكانت انا اتصور انه اتحاد الكوره سلك المسلك الصحيح. سمير زاهر رغم ان انا بختلف معاه كتير في الوقت ده اتحرك بشكل محترم جدا وبشكل انضباطي جدا لانه بدءا من رئيس الجمهوريه لحد اصغر واحد كان على علم فما كانش في حاجه اعتقد فيها ده. الراجل بيقسم بالله. طب اقسم لك بالله انت كداب يا شوبير. وانت رايح يا شوبير ومش عايز اتكلم اقول اسماء ومظبطين الكشف قبل ما وانتوا على الطياره اساسا. واتبلغتوا محمد بن راشد هيدفع كام؟ توتال الموضوع كله شاف 30 مليون ولا كام؟ قسموهم بمعرفتكم وقسمتوهم بمعرفتكم وقبل ما تروحوا الاستاد وقبل ما نمزي العلبه فيها ايه؟ علبه رماها ما ان الفلوس يا جماعه بيبقى لها ريحه كده معينه تشد الواحد مغناطيس. يعني الواحد لو لقى فلوس بتلاقي شدته كده. لو في جنيه على الارض مرمي تبص لها زغللك وطيت يعني قفاك نط كده راسك نطت عليه. وكابتن شوبير مترفع جدا ما كانش يعرف. طب انا عايز شهاده علاء اسماعيل الزميل العزيز. عايز شهاده خالد الغندور كان معاهم على الطياره وقلشوه. بعدوه خالص عن الليله دي. الراجل كان من ضمن المعزومين لكن بعدوه على الليله دي فقعد في المدرج. هو الراجل حقيقه يعني برضه الحق يقال. يا راجل طب والخناقه اللي في اللوبي بتاعت الكابتن مجدي كانت ليه؟ عشان العلبه كان فيها اخف شويه. طب الخناقه بتاعت احمد سليمان مع حماده صدقي وشوقي غريب ولموا له من بعض وشالوا من هنا حته ده برضه عشان يا كابتن يا وعملت بقى غسيل كلوي بمليون درهم يعني 1.5 مليون جنيه مصري غسيل كلوي مع وحده غسيل كلوي. يا راجل عندك الورق اللي انت عملت بدفعت الفلوس دي في الوحده؟ وريه لنا كده الورق طلع باسمك انت اللي اشتريته الفواتير عندك بجد. والله طنطا لازم تزغرط لك والنبي طنطا ولاده والله العظيم. وقال سمير زاهر راجل يا جماعه سمير زاهر راجل نقي جدا الحقيقه. انا راجل عن عشره بقى ده تحديدا انا لا رحت محكمه جنايات بسببه ولا تقارير جهاز مركزي ولا فساد ولا خالص. الراجل ده حقيقه اسمه الشيخ. ده حتى في الحته عندنا في مصر الجديده في المنشاه بتاعتنا بنسميه عم الشيخ سمير زاهر. زبيبه دقن تمام دلوقتي يعني الراجل مستشيخ لا شيخ طول عمره. طول عمرنا عندنا فتوى دينيه بنروح للكابتن سمير. يعني متعودين كده في مصر الجديده ان احنا اي حد مثلا بصيت لحد وحش والكابتن سمير ماذا يقول الدين الاسلامي في النظر بشكل سيء في كابتن سمير شيخ سمير. فعمر الراجل ما غلط. فاكلم حسني مبارك يا فندم احنا تلامذة سعادتك طبعا في الفساد فادونا علبه سعادتك اراضي ويخوت
فوالله بيسالوني قال له لا يا سمير عادي يا ابني، ما احنا كلنا بنقفش يعني جت عليك ايه مليون درهم يا اهبل يا ابن الاهبل. طب ما ده محمد بن راشد ده اقل واحد بيروح هناك بتتكلم في 10 20 مليون دولار. خد يا ابني، وده كلام فارغ يا ابني، ده انا بديهم للواد حفيدي يلعب بيهم مع العيال الصغيره ويشتري بهم شقاليطه. قال الكابتن شوبير دي علي بابا ولا 40 جدع. دول هم دول العلي بابا ولا 40 جدع دخلوا المغاره ومش عارفين ان فيها فلوس، فوجئوا الحقيقه ان فيها فلوس. انا هسترجع لكم الماضي، شوفوا بقى فيديو العلبه الحقيقي والفضيحه. كل الناس اللي انتوا بتشوفوها مناظر وعاملين هنا علينا بهوات وبشوات وليله وحكايه وروايه ويوسع يا جدع فلان جاي يوسع يا جدع. شوفوا لما بيقفوا قدام الشيوخ وبيقفشوا بيبقوا عاملين ازاي. اتفرجوا. الكابتن محمد شعبان عبد العزيز. هلا والله، هلا يا حبيبي. فيها فلوس، فيها فلوس دي بجد والله العظيم، والله العظيم والله العظيم. والله لا ماشي شيء ما يصير والله ما يصير. نلتقط صورة قبل ما تاخذ العلبة. منك نبغاك يا شيخ، بالله عليك بالله والله العظيم. وزي بابا عم الشيخ تسوي بهالدراهم مشروع خيري، لا تاخذها لحالك تحطها في جيبك، احنا عارفينك. والله ما يصير، والله ما يصير. خيي اصبر اطمن بس، اطمن. فيها مليون درهم يا راجل، مليون درهم يا راجل. ايه يا راجل يا اولاد والله ما بيصير، والله ما بيصير. والله ايش تبغى؟ انا ابغى ايش تبغى؟ والله انا ابغى يا ساعة. استنى بس خيي وتليفون والله. لحظة واحدة بس. الحاجة ايوه يا حاج، مليون درهم. ليا وللعيال. وساعة وموبايل. دول ليا وليمة دي ليا لوحدي، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يكرمك. ما يصير والله ما يصير، والله خدام، والله ما يصير. هنكسب على طول يا باشا ومعاكم. كنت هايل في المباراة النهائية والله العظيم. انت اللي جبت الجون هدف الفوز، انت اللي جبت هدف الفوز. والله انا جبت هدف الفوز. على التليفون كلمت ابو تريك على التليفون. لولا المكالمة والله ما كانش هدف الفوز. والله ما يصير، والله كله واخد زيي ولا يعطيك العافية. كله واخد زيي. انت اكتر واحد والله العظيم، انت الغالي. هظبطك في القناه، انت الغالي. طب والنبي في البرنامج اللي اظبطك، والنبي اللي اظبطك في القناه. ربنا يخليك. الله ننتظرك على المأدبة على الوليمة، اكبر من العلبة بكتير. ربنا يستنى. والله ما يصير. ايش يبغى هذا؟ ايش يبغى؟ الله الحمد لله الخير كتر عشان ما يبقاش حد احسن من حد. اديني يا عم الحاج، اديني انا كمان خدت علبة ومحدش احسن من حد. اي مرة انا هقول فيها على موضوع علبة الامارات اديني خدت العلبة اهو. وعم الشيخ ربنا يطول عمره يا رب. عم الشيخ ما بقول سمو الشيخ، انا اسف والله مش متعود، انا اسف سمو. ما اقول له سمو الشيخ واديني علبة تانية ما عنديش مشكلة خالص. مليون درهم بأي صفة الناس دي تروح تاخد علب في الامارات؟ بأي صفة الناس دي تروح تاخد فلوس من شيوخ في الامارات؟ ليه خلي منظرنا بهذا السوء عرة؟ ليه؟ عشان ايه؟ انت راجل رايح بشخصك ولا بصفتك؟
يعني انا رايح عشان انا محمد شبانه فاخد العلبه حقي، لو رحت عشان انا محمد شبانه اخد العلبه حقي، لكن لو رحت عشان انا محمد شبانه عضو مجلس اداره اتحاد الكره مش من حقي، ده حق البلد، حق الدوله. مش النهارده بيرجعوا الهدايا، مش بيقول لك انه في الاهرام ادى هديه لمين؟ للنائب العام السابق ورجعها وحسني مبارك رجعها طب والناس اللي خدت هدايا دي باسم البلد ما ترجعهاش؟ حبيت اعرفكم الوجه القبيح والحقيقي لشخصيات للاسف بتحاول من خلال منابر اعلاميه تقلب الصح. يعني احنا بدأنا نروح للصح، بنعاني، عندنا مشاكل هنستحملها وهنشربها ومن غصب عن اي حد هنستحملها لغايه ما المركب ترجع تمشي تاني، لكن مش هنرجع تاني ورا يا شوبير خالص، ولا هنرجع نظام قذر فاسد. انا اكتر واحد في الميديا الرياضيه عارف النظام الفاسد، وكنت بناقش على الهوا، كنت بدفع الثمن كتير وانت عارف يا شوبير، وكنت بيجي لي تليفونات منك كتير جدا عشان اسكت عن فلان وفلان وفلان، تقول لي عشان خاطري. انت عارف كويس جدا الكلام ده، بس الايام لفت وبقى مصدر فخر. عمرنا ما هنرجع تاني للناس دي، نرجع تاني للنظام ده خالص. الناس اللي بتحاول تركب دلوقتي وبتعمل ابطال وهم ابعد ما يكون من البطوله لانهم كانوا فسده. انا جبت لكم نموذج في الاعلام الرياضي، قيس كله بقى في الاعلام السياسي وفي الاقتصادي وفي كل المجالات، وفي كل المسؤولين، وزراء واعضاء مجلس شعب ومجلس شورى، كله تعريض في تعريض في تعريض. دوله كانت متقسمه على 2000 واحد، وبقيت الناس في الزباله مش في دماغه. المهم اخد ارض ازاي، اهبش ازاي، اظبط نفسي، اخد الحصانه ازاي، وده اللي يهمني. ومشروع اسمه مشروع توريث واحد لا علاقه له بالسياسه ولا علاقه له بتفرضه على الشعب. 2000 واحد بيفرضوا واحد على 90 مليون بني ادم، لكن قامت 90 مليون واحد وهاجت 90 مليون واحد ووقدوا ال 2000 واحد، مش هيرجعوا تاني ل 2000 واحد. انسى انت او غيرك، انسى. انا عارف ان انا شديت عليك وبيقولوا لي انت زعلان مني، يعني بيقولوا دلوقتي في التليفون في الاربيس ان هو زعلان مني. فانا كابتن احمد شوبير اصله عايز اختم ان هو برضه راجل يعني بياخد درجه عاليه جدا في مجال التمثيل. ففي الحقيقه كان في ستار ميكر اعتقد كانوا عاملين مسابقه، انت عارفين الحاجات اللي بتعمل في لبنان وهنا اللي هو بيروحوا يستخبوا في حته كده ويقعدوا يمثلوا ويطلعوا منهم نجوم، ستار اكاديمي والحاجات دي. فهم في الحقيقه قالوا في حاجه كده هنطلع، يعني عايزين نشوف مين ابرع ممثل على الهوا في الميديا الرياضيه، عشان ده هنكتشفه وننشخ الدنيا معاه. نشوف بقى هو بيمثل علينا عمل ايه كابتن احمد شوبير. ما ينفعش ازاي يقول كده علينا واحنا نعمل كده في نفسنا. بجد؟ ثانية واحدة. ما ينفعش برادلي يروح مع مراته برشلونة وليفربول ويوفنتوس وريال وكل الناس واحنا عاملين كده. ما ينفعش نتاجر. ما ينفعش خالص والله. نتاجر ممكن نزور بس نتاجر لا. انا تعبان من اول امبارح، من ساعه الحدث. من اول امبارح بتعيط؟ والله ربنا يعلم. 48 ساعه اقسم بالله. احنا ممكن نزور، ممكن نرقص، نغني، نفسد، ناخد مال اليتيم، ناخد علب، بس نتاجر لا. التجاره حرام انتوا عارفين. لا يا شيخ، ده انا صدقت. ده انا صدقت. هو طبعا باص في الارض نفسه الدمعه تنزل، هو بيفكر او بيتذكر اي مشهد مأساوي عشان الدمعه. ما الواحد لما يحب الدمعه تنزل غصب عنه يعمل ايه؟ فكر في موت حد عزيز. هو اكيد فكر في ثوره يناير. يعني قاعد خلصت علينا، انزلي يا بنت الجسم، جوزيه وطني اكتر مننا يا راجل. والله جديده دي بالنسبه لي. وبرادلي كمان الامريكي اكتر مننا. يا عظيمه ما بتنزلش، اعمل ايه؟ طول يا كابتن، طول يا كابتن. ثوره يناير، ثوره يناير،
انا بيقولوا لي كابتن شوبير زعلان مني جدا، فعلا يا جماعه كابتن شوبير زعلان مني جدا. في كان بيصرف في وشي. طب هاتوا لي كده يا جماعه يعني. بحس كرة القدم في مصر ايه؟ من ساعة ما بدأت البطولة ساعة 88 ما حصلش حاجة كده في مصر. ليه الناس تموت في مصر؟ ليه؟ كرة قدم ايه؟ ورياضة ايه؟ ليه؟ دم المصري بقى رخيص كده ليه؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ايه اللي عملناه عشان كل ده؟ انا اسف. كم واحد ماتوا؟ عمرها ما حصلت يا جماعه اللي انا في مصر. ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ مش دي يا جماعه، مش يا جماعه ارجوكم، مش دي يا جماعه. يعني انا اصلا مظبط حته، كان الكابتن شوبير قالوا لي ان هو زعلان مني، فكان بيقول لي ليه؟ قلت له ليه ايه يا عم الحاج؟ وانا عملت ايه؟ عارفين انتوا فاكرين الكليب ده؟ كان شهير جدا على اليوتيوب، كان شهير جدا 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 على اليوتيوب وقت ما اتباعت بورسعيد. هو حتى لو كانت مشاعره صادقه ما اقدرش اشكك في مشاعره الحقيقه، يعني خلينا راجل فير بجد. يعني اليوم ده حتى لو كان مشاعره فيه صادقه، لان اليوم ده لا يمكن كان اي حد مهما كان بقى فاسد مش فاسد بتاع بتنجان، كان اي حد طبعا متضرر جدا، بس التون اصله سينمائي يعني تعمل عليه شغل. فلما تيجي تعمل في حاجه فيها سخريه ولا حاجه التون نفسه يعني يشتغل معاك. فانا قلت لهم هخليها وصلة عتاب من احمد شوبير. دي وصلة العتاب اللي قالوا لي بعتها لك كابتن احمد شوبير. مفيش مبرر. ليه هيجروا فيها؟ ليه الناس تموت في مصر؟ مش عارف. عشان ماتش كوره؟ عشان مجانين؟ ليه؟ نشتغل ازاي؟ الراجل ده يا جماعه زعلان مني جدا. انا اسف يا ابو الشوب. كفايه كده. خلونا نطلع فاصل، نجهز لفاصل. انا حاولت بقدر الامكان اكشف لكم ولو بشكل ساخر كده مبسط قدام حضراتكم. طبعا دموعي نازله وعلى الكم دموع. انا في دموع كتير جدا يا جماعه. انا عيطت كتير بجد، عيطت كتير جدا. يعني شايفين دموع قد ايه؟ عيطت. شوفوا الدموع قد ايه. المهم ان حضراتكم تعرفوا حقيقه كل واحد، وكل واحد له تاريخ، وكل واحد ليه ماضي. في تاريخ تفخر بيه وفي تاريخ تتنصل منه. بس لما تيجي تتنصل وانت عندك دم ما تتنصلش قدام الناس على الهوا، لان تاريخك السيء كان قبل ثورة يناير واللي قامت بسببه ثورة يناير. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم. طب والخناقه اللي في اللوبي بتاعت الكابتن مجدي كانت ليه؟ عشان العلبه كان فيها اخف شويه. طب الخناقه بتاعت احمد سليمان مع حماده صدقي وشوقي غريب ولموا له من بعض وشالوا من هنا حته ده برضه عشان يا كابتن يا وعملت بقى غسيل كلوي بمليون درهم، يعني 1.5 مليون جنيه مصري غسيل كلوي مع وحده غسيل كلوي. يا راجل عندك الورق اللي انت عملت بدفعت الفلوس دي في الوحده؟ وريه لنا كده الورق طلع باسمك انت اللي اشتريته الفواتير عندك بجد. والله طنطا لازم تزغرط لك والنبي. طنطا ولاده والله العظيم. وقال سمير زاهر راجل يا جماعه، سمير زاهر راجل نقي جدا الحقيقه. انا راجل عن عشره بقى ده تحديدا. انا لا رحت محكمه جنايات بسببه ولا تقارير جهاز مركزي ولا فساد ولا خالص. الراجل ده حقيقه اسمه الشيخ. ده حتى في الحته عندنا في مصر الجديده في المنشاه بتاعتنا مسمينه عم الشيخ سمير زاهر. زبيبه دقن تمام دلوقتي، يعني الراجل مستشيخ. لا شيخ طول عمره. طول عمرنا عندنا فتوى الدينيه بنروح للكابتن سمير. يعني متعودين كده في مصر الجديده ان احنا اي حد مثلا بصيت لحد وحش والكابتن سمير انا ماذا يقول الدين الاسلامي في النظر بشكل سيء في كابتن سمير شيخ سمير. فعمر الراجل ما غلط. فاكلم حسني مبارك يا فندم احنا تلامذة سعادتك طبعا في الفساد، فادونا علبه سعادتك اراضي ويخوت فوالله بيسالوني قال له لا يا سمير عادي يا ابني ما احنا كلنا بنقفش يعني جت عليك ايه 1 مليون درهم يا اهبل يا ابن الاهبل. طب ده محمد بن راشد ده اقل واحد بيروح هناك بتتكلم في 10 20 مليون دولار.
خد يا ابني، ده كلام فارغ يا ابني، ده انا بديهم للواد حفيدي يلعب بيهم مع العيال الصغيره ويشتري بهم شقاليطه. قال الكابتن شوبير ده دي علي بابا ولا 40 جدع. دول هم دول العلي بابا ولا 40 جدع دخلوا المغاره ومش عارفين ان فيها فلوس، فوجئوا الحقيقه ان فيها فلوس. انا هسترجع لكم الماضي، شوفوا بقى فيديو العلبه الحقيقي والفضيحه. كل الناس اللي انتوا بتشوفوها مناظر وعاملين هنا علينا بهوات وبشوات وليله وحكايه وروايه ووسع يا جدع فلان جاي وسع يا جدع. شوفوا لما بيقفوا قدام الشيوخ وبيقفشوا بيبقوا عاملين ازاي. اتفرجوا. الكابتن محمد شعبان عبد العزيز. هلا والله، هلا يعطيك فيها فلوس، فيها فلوس دي بجد والله العظيم، والله العظيم لا ماشي شيء ما يصير والله ما يصير. نلتقط صورة قبل ما تاخذ العلبة. منك نبغاك يا شيخ، بالله عليك بالله والله العظيم. وزي بابا عبد الشيخ تسوي بهالدراهم مشروع خيري، لا تاخذها لحالك تحطها في جيبك، احنا عارفينك. والله ما يصير، والله ما يصير. خيي اصبر اطمن بس، اطمن. فيها مليون درهم يا راجل، مليون درهم يا راجل. ايه يا راجل يا ولاد والله ما بيصير، والله ما بيصير. والله ايش تبغى انا ابغى ايش تبغى والله انا ابغى يا ساعة. استنى خيي وتليفون والله. لحظة واحدة بس، الحاجة ايوه يا حاج، مليون درهم. ليا وللعيال. وساعة وموبايل. دول ليا وليمة دي ليا لوحدي، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يكرمك. ما يصير والله ما يصير، والله خدام، والله ما يصير. هنكسب على طول يا باشا ومعاكم. كنت هايل في المباراة النهائية والله العظيم. انت اللي جبت الجون هدف الفوز، انت اللي جبت هدف الفوز. والله انا جبت هدف الفوز. على التليفون كلمت ابو تريك على التليفون. لولا المكالمة والله ما كانش هدف الفوز. والله ما يصير، والله كله واخد زيي ولا يعطيك العافية. كله واخد زيي. انت اكتر واحد والله العظيم، انت الغالي. هظبطك في القناة، انت الغالي. طب والنبي في البرنامج اللي اظبطك، والنبي اللي اظبطك في القناة. ربنا يخليك. الله ننتظرك على المأدبة على الوليمة، اكبر من العلبة بكتير. ربنا يستنى. والله ما يصير. ايش يبغى هذا، ايش يبغى الله. الحمد لله الخير كتر عشان ما يبقاش حد احسن من حد. اديني يا عم الحاج، اديني انا كمان خدت علبة ومحدش احسن من حد. اي مرة انا هقول فيها على موضوع علبة الامارات اديني خدت العلبة اهو. وعم الشيخ ربنا يطول عمره يا رب، عم الشيخ ما بقول سمو الشيخ، انا اسف والله مش متعود، انا اسف سمو، ما اقول له سمو الشيخ واديني علبة تانية ما عنديش مشكلة خالص. مليون درهم بأي صفة الناس دي تروح تاخد علب في الامارات؟ بأي صفة الناس دي تروح تاخد فلوس من شيوخ في الامارات؟ ليه خلى منظرنا بهذا السوء عرة؟ ليه؟ عشان ايه؟ انت راجل رايح بشخصك ولا بصفتك؟ يعني انا رايح عشان انا محمد شبانة فاخد العلبة حقي، لو رحت عشان انا محمد شبانة اخد العلبة حقي، لكن لو رحت عشان انا محمد شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة مش من حقي، ده حق البلد، حق الدولة. مش النهارده بيرجعوا الهدايا،
مش بيقول لك انه في الاهرام ادى هديه لمين؟ للنائب العام السابق ورجعها وحسني مبارك رجعها طب والناس اللي خدت هديه دي باسم البلد ترجعهاش؟ حبيت اعرفكم الوجه القبيح والحقيقي لشخصيات للاسف بتحاول من خلال منابر اعلاميه تقلب الصح. الملح الامير المساعد للحزب الوطني سفير النوايا الحسنه امل الشباب على فكره المهنه الوحيده اللي بارع فيها عدد كبير جدا كانوا موجودين في عهد النظام اللي فات مهنه الطبال. طب عندنا مجمع انتخابات وانتخابات مجلس الشعب وفي تسابيب وحكايات وروايات نزغرط ونغني ونرقص وزي ما انتم شايفين والله العظيم الراجل بدع. طب والله العظيم تعب خسيله بتاع 5 كيلو دي ده تجاعير وهو كمان حنجرته يعني ربنا يشفيه يا رب دايما بتتعب بسرعه بجد والله من الزعيق فتعب. طب يستاهل والله الراجل ده ان احنا يعني يستاهل بتاع ال 50,000 فدان اللي ممكن كان يكون خدهم ولا الحاجات اللي الحزب الوطني الحقيقه اتظبطت التظابيط فيها والله العظيم تعب. انا بتكلم بجد بقى في دي برضه الواحد بيشوف الشقيان ويصعب عليه يعني. كابتن شوبير قال جملة لطيفة جدا في بداية الفقرة دي قال لك أنا طول عمري نفسي في انتخابات حرة نزيهة. نزيهة دي مش بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا جارتي، نزيهة دي يعني بشرف يعني أنجح يعني الصوت يتحط. عايز أعرف الأول رأيه في الحزب الوطني اللي كان عمود يعني حضرتك أنت الترابيزة دي محطوط عليها عمود 2 3 اهو لو شلت عمود من دول يقع. هو كان عمود من العواميد دي بتاعت جمال مبارك في لجنه السياسات للتوريث. احنا سامعين طبعا الكلام بتاع التوريث. شوف بقى المعاناه اللي تعرض لها كابتن احمد شوبير مع الحزب الوطني بس من غير ما حد يعيط يعني اي حد مفيش جنبيه منديل ولا فوطه لو سمحتم ارجوكم هتشحتفوا دلوقتي فارجوكم في الملايه بقى قرش في الكم عارفين ده زمان فارجوكم يعني عشان ما تزروطوش الدنيا اي كلينكس اي فوطه كده عشان هنبكي كلنا مع بعض. شوف على فكره انت مثلا لما تيجي تشوف انتخابات مجلس الشعب 2010 وانت حضرتك اظن نزلت طنطا او شفت او سمعت او وتعلم مدى بفضل الله شعبيتي وارتباطي بالناس في مدينه طنطا عامله ازاي. ولما تجيب واحد الناس ما تعرفوش واحد مجهول واحد ليس له علاقه وترشحه تبع الحزب والناس كلها في الحزب وفي المحافظه وفي مديريه الامن يزوروا الانتخابات عشان ينجح يبقى انا اكثر من طعن من الحزب واكثر من طعن من الحكومه واكثر من طعن من الرئاسه واكثر من طعن من المحل كل ده ومع ذلك مش هصفي حسابات مش هطلع على الهوا بقى ما صدقت انه واحد اتحبس ولا واحد اتسجن ولا واحد خد حكم مش عارف ايه. خلاص اوكي معلش انت مكت اصلي كنت متاثر جدا مره واحده اتحبس اداني 100 مليار ما شمتش فيه. الراجل بيقول لك في 2010 طب هو انت كنت نازل انتخابات على حزب ايه؟ الوطني؟ طب ليه الحزب الوطني رشحك لما هو مخنوق من يعني مش فاهم. طب وكمان نجحك من مجمع انتخابي كمان مجمع انتخابي وبرضه ونزلت انتخابات وضحكوا عليك وزوروا للتاني. انت محدش زور لك خالص. انت بتحبش التزوير انت بتاع النزيهه. انت طنط نزيهه حبيبتك طنط نزيهه. انا عايز اوريكم طنط نزيهه بتاعت كابتن احمد شوبير. انا شوف طنط نزيهه يا جماعه. طلع الورق اهو انت حرامي 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 طيب معانا التوكيلات معانا التوكيلات
الله يخرب بيت سنين اليوتيوب ده. فضيح يعني، فضيح. دي متصوره طبعا، الناس اتخانقت من التزوير ايه بقى بجنون وسقط. طب سعادتك لو ما صورتش تجيب كام صوت؟ ده كل ده والناس عماله تصور وتهتف وانت ولا في قافل قطن. نزيهه، بحب جدا والله العظيم. انا بثبت للناس انك بتحب الانتخابات النزيهه. انا راجل بالعكس، ده انا معاك. انا يعني انت طلعت قلت انا احب الانتخابات النزيهه والحره جدا، فانا راجل بثبت كلامك قدام الناس، فواضح جدا انها نزيهه. طب ده انت ايه؟ اعترف انت يا عم، يعني انت فاضحني. انا عمال ادافع عنك واقول ده يا جماعه ده اليوتيوب ده فضيح جدا، واكيد يا جماعه الكلام ده مش صح. اعترف هو نفسه، اعترف في التلفزيون. قال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض السنوات. حصل طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. طبعا حصل في معظم اللجان. في معظم اللجان في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك يا جماعه انتوا بتهرجوا. ده احمد شوبير ده بتاع نزيهه، بتاع خالة نزيهه ده. قال حصل وقال مزور. وزورت ازاي؟ قال لك قالوا تعالى املى انتخابات. اقول لا، خير جاي لي يا جدعان، ربنا باعت لي خير. اقول لا. واحد جه قال لي يا عم سرقت بنك وخد ال3 مليون دول. اقول لا، من السما نقطت عليا اصوات. ربنا كرمني من واسعه يا جدعان. بصين لي في زورت. ايه بقى؟ وسقطوني، ظلموني ولاد التيت. التعريض كان اصله في التلفزيون، محدش حاسب. هو عاوز يعمل جريء بقى، ان الراجل بيعترف في لحظه الصراحه، فالراجل يعني ايه بيتبرأ من اخطاء الماضي. مش متحول خالص، هو الراجل بيعترف. زورت. طب ونزيهه ده انا كلمت طنط ماما امي، قلت لها طنط نزيهه احنا رايحين نزورها عشان عملت واجب مع الكابتن. والراجل ضميره صحي. انا راجل متلون على فكره. انا على طول قبل ما بدخل الهوا بلاقي الشباب العبقري بتاعي في الاعداد مجهزين للالوان، يقولوا لي يا استاذ محمد النهارده تحب نتلون بانهي لون؟ اقول لهم والله لون محمد ابراهيم سليمان مزنوق في حته ارض. فيقولوا لي طب خلاص بكره تحب نتلون بلون مين؟ احمد عز الاحسن، يعني الراجل ده هو اللي هينجحني في المجمع الانتخابي مع الحزب وخيره على دماغ اهلي، فانا هتلون على احمد عز. يقولوا لي يا استاذ محمد نتلون على مين؟ وانا مجهز الالوان الحقيقه، كل واحد ليه لون، ما عنديش ادنى مشكله، وكل دي الوان، والقناه الحمد لله موفره لي الالوان، يعني ببيع القناه بتاعتي على الهواء ما عنديش اي مشاكل. الاداره بتتفرج وتضحك عادي جدا، ما انا واكل الكل في عبي، كلها كانت برتيته واحده. فقال الكابتن احمد شوبير يعني مش مصدق المتحولين. امال سعادتك نقول اسمك ايه؟ متشبثين بالمواقف. حضرتك كنت ضد ثوره يناير، تصدق ان شوبير دلوقتي بيقول ان هو مع ثوره يناير؟ طب هضحكوا اكتر في الفيديو الجاي. قال انا اكتر واحد طالبت بالتغيير وطالبت برئيس جديد. نشوف الثوره بقى. انا واضح جدا. انا قلت انا ما نزلتش الميدان من اول يوم، لكن زوجتي وابنائي نزلوا الميدان. وضوح شديد جدا من غير لف ولا دوران. كنت عايز تغيير، كنت عايز تغيير. كان نفسي يبقى في التغيير، كان نفسي اشوف رئيس جمهوريه جديد لمصر. ده كان وضع طبيعي. نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره، نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره وبالصندوق، وواحد يجيب 51%، واحد يسقط 49%، واحد يبقى قريب من المنافسه. ده طبيعي جدا، كان نفسي فيه، لكن لا اجرح ولا اشتم ولا هاجم ولا قله ادبي ولا اتطاول ولا 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 ولا. ده عيب. ده اللي موجود في مصر. مش عارف انهي لون يمشي مع الحته دي. يعني انهي لون يمشي؟ لون اسود يمشي معاه اللون الاسود. الراجل كان عايز رئيس جديد، واكتر حد كان بيسعى الرئيس جديد، واكتر حد كان ضد التوريث وضد الحزب الوطني وضد الفساد الموجود. وكان راجل ولاده الحقيقه هو ما نزلش من اول يوم الثوره، هو نزل من تاني يوم.
وزوجته واولاده الحقيقه كانوا موجودين في التحرير بس فوتوشوب يعني. حد شاف الصور في التحرير 25 يناير لغايه 11 فبراير؟ كان مش عايز اتكلم عن زوجة الكابتن شوبير، دي ست فاضله واولاده افاضل بالنسبه لي، انا بتكلم عنه هو في شغله ماليش علاقه باسرته المحترمه يعني. لكن يا راجل احنا المتحولين برضو، احنا المتلونين برضو ما يمشيش معاه غير اللون الاسود. عموما كابتن احمد شوبير بيقول لك كان نفسي اشوف انتخابات برلمانيه حره، كان نفسي اشوف انتخابات رئاسيه حره والنجاح يبقى 50% 51% و52%. ما كانش يحب التطبيل، ما كانش يحب التزمير، ما كانش بيقف يغني خالص. راجل جاد، راجل واضح، اتعلمنا منه المبادئ والقيم والرقص مش في قاموس الكابتن شوبير، الغنى مش في قاموس الكابتن شوبير، ولا التأليه مش في قاموس الكابتن شوبير. طب نشوف قاموس الكابتن شوبير. تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ربنا يديله الصحة وتدعيله كلنا، ربنا يخليه خير يا ريس ان شاء الله. اللي حضروا ونوروا وشرفوا وموجودين النهارده اتقدروا برعاية سيادة الرئيس مبارك بحضور السيد الأمين العام للحزب الوطني السيد محمد صبحي شمير، أمل الشباب ونجم الشباب ومستقبل الشباب. حبيبكم كلكم في كل مكان، بنحبه من قلبنا، هو الحب بتاع ربنا، لا يتباع ولا يتشرى. احنا بنحبه بيحبنا، بيروح في كل حته في مصر، في القرى الفقيره، القرى الغنيه، بينزل الاحياء، بينزل المدن، بينزل الاقاليم. مفيش حته في مصر ما قالش انه اخر جمال واخر جدعنه وابن بلد وجميل جمال ملوش مثال. تعالى بنحيي كلنا امين السياسات، الامين المساعد للحزب الوطني، امل الشباب، جمال هو الحب بتاع ربنا. وعلى فكره هو ضد التوريث، هو راجل عايز رئيس بجد الشعب عايزه، بس جمال بينزل كل حته. بس انا مع الشعب، انا مع الشعب يجيبه، بينزل الاحياء وبينزل المدن وبينزل القرى، بس النبي انتخبوه. بس برضه انا عايز راجل يعني، انا مش مع التوريث خالص، مش ده راجل شاب ومن السياسات جميل جمل مالوش ميزان وما بحبش التطبيل وما بحبش التزمير. وبستغرب من المتلونين، بستغرب من المتحولين. طيب الحقيقه الشباب طبعا الشباب ما بيخيلش عليه الكلام الاهبل، بس ممكن كلام اهبل اصله اللي بيطلع يتقال في الفتره دي الحقيقه من رجال النظام الفاسد اللي لسه للاسف القانون لم يحاسبهم حتى الان. على فكره شوبير فلول رسمي، يعني مش انا اللي بقول كده ولا ده سب وقذف، لا ده الدستور اللي بيقول، في ماده في الدستور منعني يخوض اي انتخابات لمده 10 سنين، لان هو راجل نزل انتخابات 2005 و2010 على قائمه الحزب الوطني، فهو فلول رسمي. يعني لما اقول له يا فلول، يعني لو انا قلت له يا شوبير من غير ما اقول له فلول حد يرفع علينا قضيه، فانا اسف يا شوبير الحقيقه، انا بعتذر ليك لان الدستور ارغمني اقول عليك فلول. انا خايف حد بيسمعني دلوقتي يقول لي يا شباب انا لو ما قلتش فلول ده دستور يا حبيبي، مفيش تهريج مفيش بتاع. فانت الحقيقه يعني انا اسف اذا كنت بقول لك يا فلول، يا فلول يعني. فالشباب اللي بتضحكش عليه، بصوا على الانترنت عمل ربط لطيف جدا، ما بيحصلش غير الافراح، ما اللي احنا شفناه ده فرح. عارفين الافراح اللي في الزقاق اللي بيطلع يقول لك الناس اللي على المقطوره تنزل وتحيه للعريس وابو العريس وابو العروسه والله عليك، وقوم لازق ال 10 جنيه في قفل الرقاصه خلينا نشوف الكليب اللي عمله الشباب اللي بيقول له يعني ما بتخلش علينا الحركات القرعه ده يا ابو الشوب. تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ربنا يديله الصحة وتدعيله كلنا، ربنا يخليه خير يا ريس ان شاء الله. حاسب يا عم معامل بكتيريا، معامل بكتيريا. الحاج ابراهيم الفسخاني ما اسمعهاش. اللي حضروا ونوروا وشرفوا وموجودين النهارده اتقدروا برعاية سيادة الرئيس مبارك بحضور السيد الأمين العام للحزب الوطني السيد محمد صبحي شمير، أمل الشباب، الباشا ونجم الشباب، الباشا سيف المتحدث الرسمي ومستقبل الشباب. حبيبكم كلكم يا حنين في كل مكان، بنحبه من قلبنا، بالحب بالحب يا معلم. وابن بلد وجميل جمال ملوش مثال. تعالى بنحيي كلنا امين السياسات،
مع طنط نزيهه. ما تسترش معايا يا ابو الشوب، خلينا اشوف تاني البتاعه دي. مش عايز يرول، انا سامع رول الفاينل مهنج. على فكره في مؤامره والله على الراجل ده، مش مني بس ومن الفاينل كمان. ما ترول يا عم الفاينل. لا بتهرجوا يا جماعه، مهنج. هو كده قارع عديت ياسين الراجل ده. طنط نزيهه والكابتن احمد شوبير، هل ممكن تتوقعون يجتمعا في مكان؟ يعني ممكن الاثنين يبقوا موجودين في مكان؟ نزيهه وكابتن شوبير الاثنين يبقوا موجودين في مكان؟ طب الراجل اللي عمل كده تعرض للظلم من الحزب الوطني. امتى ده يا جماعه؟ تعرض للظلم من الرئيس السابق ومن جيمي، بدليل ان انا ما دخلتش مجلس الشعب من 2005 ل 2010، ما كنتش ابدا عضو مجلس الشعب خالص، ولا كنت يعني الراجل بتاع احمد عز ولا بتاع الامن العام. عارفين الراجل السيكو سيكو اللي هو فايد؟ كنتش انا راجله خالص. امن العام ده بقى هقول لحضرتك، انا راجل اصلي يعني مذيع من زمان، واحنا في الرياضه في الفتره اللي قبل ثوره يناير كنا متحكمين شويه في الراي العام. فكان بتوع الامن يحطوا عينيهم على الناس المؤثره على الراي العام الرياضي، لان كان كل الناس طبعا طهقانه من السياسه ويأسانه بالسياسه ومن الكلام ده، فكانوا دايما يتاثروا بالرياضيين، فيحبوا يستقطبوا بتوع الرياضه. انا كنت عامل زي النفير النشاز، يعني طلعنا شتمنا مره في الداخليه، جالي تهديد بشكل مباشر وواضح حتى من اصحاب القناه وقتها ومن وزير الداخليه ومن المساعد. يعني مش عايز اطلع بطل يعني واقعد احكي الروايه والتفاصيل. وراشا ياسين الله يرحمها كانت مذيعه زميلتنا في مودرن، وكلمتني في التليفون وقالت لي هدي ده في الحزب قالوا وعادوا. كانت هي ماسكه المراه في الحزب الوطني وقتها هنا في القاهره يعني. فكانوا ناس معينه، اللي هو عادل فايد ده كان الراجل مدير الامن العام. لما نحب نخيل الناس وندخلها في موضوع هم شغالين شويه كوره بتاع، فكان له اتصالات ببعض المذيعين. فهمت يا عم النجم؟ خلينا تاني اسمع والنبي حته التزوير دي، عشان طنط نزيهه قاعده في البيت مع امي بتسال بس تنزل ولا ما تنزلش؟ يعني الكابتن شوب شغال معاها ولا خد سكه تانية؟ فهي تشوف بقى طنط نزيهه مع الحاجه والدتي في البيت، تشوف الكليب وهي تحكم على الموضوع. قال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض السنوات. حصل طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. حصل في معظم اللجان. في معظم اللجان. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك الراجل ده قاعد على اللجنه. الراجل اللي على اللجنه يقول لك تعالى. صباح الخير. قال لك صباح الخير كده يا كابتن، مش تيجي تملى بطاقتين؟ فانا واخدها جد بقى يعني. فاخدت بطاقه، ما قال لي لا، فاداني 200 بطاقه، فاحنا داخلين 10. فكل واحد خد 200 بطاقه، بعدين واحد ابن حلال تبعنا راح واخد البتاع كله تقريبا يعني. حطينا حوالي 5000 صوت في النتيجه، لان احنا واخدين في اللجنه دي 38 صوت. لا فهمني. احنا سويتوا 5000 بطاقه وحطيتوها بايديكم في الصناديق. بايدينا. بايديكم في اللجنه دي. طبعا. كانت لجنه ايه؟ طنطا الاعداديه، التجاره الثانويه، طنطا الثانويه الميكانيكيه. كل ده حصل. عمر بن الخطاب، معظم اللجان. عمر بن الخطاب يا مفتري. سيدنا عمر بن الخطاب بتقولوا في الفضيحه وفي الوكسه دي مش اصوات 5000 صوت، مش حتى مثلا 8 12 16 20. كابتن عندنا بطاقتين يعني ممكن نعلق الناس ما جاتش فبسرعه 5000 صوت ولقيتهم 37. يا سلام يا راجل. لا فعلا انت تصدق انت مظلوم، والله العظيم انت مظلوم. ما ترفع قضيه قول يا جماعه انا مصور بايدي 5000 صوت لقيتهم 37، حقي اللي انا ابقى اعيد الانتخابات. ما ترفعش قضيه ليه؟ ما حقك ترفع قضيه بجد والله. الراجل حاطط بايده 5000 صوت يا جماعه. انا حاطط بايدي علبه الوان ما لقيتهاش. طب حضرتك سارقها اصلك من احمد خيري ولا وليد الحديد؟ ماليش حدش يقول لي سارقها. هم قالوا حط اصوات هنا، فانا حطيت اصوات هنا. شوف ظالمين ده عايز لا يكون في عونك والله العظيم. الراجل ده شيء. نشوف قناه دريم دي كانت قبل ما نروح دريم يا جماعه دي ولا ايه؟ طب خلينا نشوف هو بيتكلم بعد التزوير او قبل التزوير. انا اسف، قبل التزوير هو بيتكلم مع ابناء الدايره.
مقنع جدا، بيكلم ابناء دايرته مقنع جدا الحقيقه، وتشوف الوعود الانتخابيه. فانت عارف دايما في الانتخابات ناس تشتري شويه هتيف. نشوف كابتن احمد شوبير وهو بيكلم ابناء الدايره قبل الانتخابات. رئيس الجمهورية نفسه ما يقدرش يقعد وقت كل وعوده، الوزير ما يقدرش يقعد وقت كل وعوده، عضو مجلس الشعب ما يقدرش يقعد وقت كل وعوده. لا مظلوم صحيح، يعني صحيح الراجل ده والله العظيم مظلوم جدا. قناه دريم كان من ضمن الناس اللي شغاله فيها كابتن احمد شوبير، وبعد كده راح التلفزيون المصري. خلال شفت تقرير قناه دريم وقتها عن معركه شوبير في مجلس الشعب، واتهموه وقتها بانه سبب مشكله رهيبه جدا لعمال طنطا. خلينا نشوف دايرته. في أول اجتماع للجنة القوى العاملة في مجلس الشعب لمناقشة مشكلة عمال كتان طنطا الذين دخل اعتصامهم يومه 15 وسط غياب وزراء القوى العاملة والاستثمار والصناعة والمالية عن حضور الجلسة. شهدت الجلسة مشادات حادة بين النواب بدأت باعتراض نواب كتلة الإخوان والمعارضة على ما أعلنه حسين مجاور رئيس اللجنة بأنه سيصرف شهران فقط من الأساس للعمال، مؤكدين أن هذا القرار لن يفض الاعتصام. لتمتد المشادات إلى خناقة بين النائب أحمد شوبير والنائب الإخواني يسري بيومي إثر ملاسنات واتهامات متبادلة من الطرفين، بعد أن اتهم بيومي النائب شوبير بأن دوره في قضية العمال مشبوه وأنه متواطئ مع المستثمر، مما أغضب شوبير للحد الذي وصل إلى محاولته التهجم على بيومي، إلا أن النواب تمكنوا من منعه. متواطئ؟ طب مزور؟ قالوا له تعالى خد خير جاي، طبل ويغني. الراجل بيحب يعني بيحب الانبساط، يعني هو الراجل اوريدي راجل بيحب دايما يبقى مبسوط وفرحان، لكن متواطئ لا. دي يا جماعه صفات ما تركبش مع بعض. مش ممكن المزور ولا اللي بيرقص لجمال وعلاء وصفوت ومبارك والكلام ده، ولا المتحول بعد الثوره، ولا اللي بيعترف بالتزوير، ولا اللي كان في الحزب الوطني الفاسد، ولا الكلام ده ينفع يبقى متواطئ. خلينا نكون فير يعني. ده تقرير على فكره مأجور، وبعدين بيتخانق مع الاخوان. وقتها الاخوان كانوا بلاك ليست. ليه؟ عايز ترضي الحزب والنظام اللي فات، اقتل الاخوان، موت الاخوان، دوس على الاخوان. كان ده السلاح بقى، اتفتون عليهم. فانت الفتوى اتفتون عليهم فالناس تحب. وشفتني لما انا بضرب يسري وبتاع عامل بايدي كده، يا راجل شفت شوبير؟ والله لا ده جامد، حطوه دايما قصاد الاخوان. 88 الاخوان اللي كانوا خانقنا في 2005 ده، هو الراجل ده بتاع كوره وصحه وجامد وكان جون وحارس مرمى. طيب كابتن شوبير كان متزعم حمله عوده الدوري. طب يا عم الحاج، ده في ناس ماتت في الاستاد وفي اهالي بتعيط شهداء. طب شويه احمر، يعني شويه دم؟ مفيش خالص. طب اعمل يعني ايه شويه دم؟ يعني اللي يموت يموت واللي يتحرق يتحرق. انا عندي قناه وعندي دوري وعندي فلوس، هيمشوني. ده قفلوا لي القناه بتاعتي مودرن كوره، ودوني مع مدحت مع شلبوكه، ودوني مع شلبوكه. وانتوا عارفين شلبوكه بقى ركب خلاص، مفيش حد بيقعد وراه على الحصان. هو شلبوكه اصله انتوا عارفين يحب ياخد مخده الحصان، كل حد يركب جنبه وراه. انا الراجل من نفسي مشيت خدتها من قصيرها وخلعت انا عن نفسي. لكن شوبير هيخلى من حد في الفتره دي كان سوقه يعني. طب لو الدوري ما رجعش، الامين بيكح تراب. طب شهداء يا عم، اهالي ناس ما خدوش فلوس ولا محروقين مستنيين الحكم. يعني بقول لك دوري يا ابني، انت مودرن هتقفل، هنقفش. طب نشوف النجم وهو متزعم وقفه الرياضيين عشان عوده الدوري. الناس كلها جايه بتتكلم على
النوم في العسل، بس بتاعت النوم في العسل كانت لحاجه تانية. يعني كانت الناس بتقول من حاجه تانية، يعني ما تنفعش ليه؟ ايه اللي فيه؟ يعني في ايه؟ يعني التانية تستاهل، لكن دي اصبر شهرين الحكم بس يطلع وناس نارها تبرد. ده الواحد لو ابنه ضفره اتشال منه لحميه كده، بيقعد الواد ايديه تورم، بتبقى قاعد كأب بتعيط، فما بالك لما جالك شويه لحم جنب بعض. العين يا عيني اقول للناس اصل القناه ما تولع القناه وتولع الفلوس في الفتره، ما كلنا عانينا وكلنا قعدنا في البيوت شهر واثنين وعشرة، بس كلنا اولادنا في حضننا. ولا يا عم النجم؟ طيب عايز اختم بحته جامده قوي. عايز اختم براي الكابتن شوبير. فاكرين علبه دبي؟ فاكرينها؟ ملايين دراهم من عند محمد بن راشد بعد كاس الامم 2008 في غانا. عايز اختم بالحته دي، فنشوف كابتن شوبير برر العلبه اللي خدها والقفش الفلوس بقى ايه بقى؟ ما تعدش. والله ما تعدش. وخدوا بالكم بس انا هقول لكم بعد ما تشوفوا الاول تبريره. رحنا بالليل لقينا الملعب يعني بسم الله ما شاء الله المصريين كلهم موجودين. القصه هقول لك عليها دي شاهد عليها كذا واحد يعني. المهم نادوا الاسماء واللعيبه واحنا قاعدين في المدرجات، حتى ما نزل الكابتن سمير زاهر قال كلمه وبعدين سمعت باسمي ادونا العلبه، حتى انا طلعت رميتها في المدرجات، يعني طلعت رحت رامي العلبه في المدرجات لانه علبه عاديه. وبعدين في واحد صاحبي قال لي ده فيها هدايا قيمه ومش عارف ايه، خليها في ايديكم. لما وصلنا الفندق فلقينا في هدايا وفي فلوس وكده، فقعدنا كلنا اجتمعنا كل اتحاد الكوره على فكره بلا استثناء عشان ما حدش يطلع نفسه بطل يعني. قلنا احنا يعني المبدا بالنسبه لنا مرفوض صعب جدا. فراح الكابتن سمير بعد ما عرفتوا المبادئ ان فيها مبادئ فالكابتن سمير راح مكلم تاني الرئاسه قال لهم يا جماعه حصل كذا 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 واحنا يعني بالنسبه لنا صعب نعمل ايه؟ قالوا لا الرئيس بيقول لك الموضوع ده محسوم والناس دي عملوا معاكم حاجه كويسه خلاص مفيش. فكرنا ساعتها نرجع اتحاد الكوره، قلنا هنحطها في اتحاد الكوره، قال هتبقى مهانه، الراجل بيسموها هناك مكرمه او بيسموها حاجه زي تبقى شكلها فيها اهانه وفيها شكل مش لطيف، فالموضوع ده انتهى. وعايز اقول لك حاجه اقسم لك بالله واول مره برضه اقولها انه هذا المبلغ غير ما الناس بتقول، انا عملت بيه مشروع خيري في طنطا اسمه مركز غسيل كلى بالكامل. بس انا عيب ان انا اقول الكلام ده بس لازم اقول دلوقتي. يعني كان جزء من مشروع كبير اتعمل بشكل، بس مش مره بقى كل مره تطلع تقول وعملت واديت وخليت وناس تعمل لك فيلم. يعني استخدم احسن استخدام، واكيد غيري عمل اكتر من اللي انا عملت، لكن القصه كلها كانت للطعن وكانت انا اتصور انه اتحاد الكوره سلك المسلك الصحيح. سمير زاهر رغم ان انا بختلف معاه كتير في الوقت ده اتحرك بشكل محترم جدا وبشكل انضباطي جدا، لانه بدءا من رئيس الجمهوريه لحد اصغر واحد كان على علم، فما كانش في حاجه اعتقد فيها ده. الراجل بيقسم بالله. طب اقسم لك بالله انت كداب يا شوبير. وانت رايح يا شوبير ومش عايز اتكلم اقول اسماء ومظبطين الكشف قبل ما وانتوا على الطياره اساسا. واتبلغتوا محمد بن راشد هيدفع كام؟ توتال الموضوع كله شاف 30 مليون ولا كام؟ قسموهم بمعرفتكم وقسمتوهم بمعرفتكم، وقبل ما تروحوا الاستاد وقبل قال ما العلم زي العلم فيها ايه؟ رماها ما عند الفلوس يا جماعه بيبقى لها ريحه كده معينه تشد الواحد، مغناطيس. يعني الواحد لو لقى فلوس بتلاقي شدته كده، لو في جنيه على الارض مرمي تبص لها زغللك وطيت يعني قفاك نط كده، راسك نطت عليه. وكابتن شوبير مترفع جدا ما كانش يعرف. طب انا عايز شهاده علاء اسماعيل الزميل العزيز، عايز شهاده خالد الغندور كان معاهم على الطياره وقلشوه. بعدوه خالص عن الليله دي، الراجل كان من ضمن المعزومين لكن بعدوه على الليله دي فقعد في المدرج. هو الراجل حقيقه يعني برضه الحق يقال. يا راجل